ازاي تبقى غني غناء فاحش، ازاي اقول لك تبيع قناه الشطرنج بتاعتي. المواضيع ديت من كتر انها خلاص بقت منتشره، الناس بتتكلم عليها كتير جدا، خلاص يعني لو انت خلاص كفايه ترند خد اكتر من وضعه. يعني مهما يكون انت حسبتها، اكتر حد مستفيد فعلا من الحوار ده مش انت ولا انا ولا اي حد، هما الشخص اللي بيقدم المحتوى ده. انت كل ما تيجي تجيب في سيرته حتى انا لما بتكلم دلوقتي عنهم هم مستفيدين، اسمهم على طول مسموع، على طول بيجوا في الافكار، بيجوا في الاعلانات بقى والكلام ده. مهما يكن الشخص المستفيد هو صانع المحتوى. حتى لو انتقد مين، تخيل شخص بينتقد شخص ساعتين، تخيل تتفرج على فيديو شخص بينتقد شخص ساعتين بس. لو انا مالي، هي حياتك ولا حياتي؟ فاهم؟ انت اللي كنت في الموقف ده ولا انا؟ تخيل اقعد اعرف كل التفاصيل، اصله هو كلب كذا والطريقه كذا وهو بيحب كذا وهي بتحب، انا مالي؟ فاهم؟ ما حسبتها ايه اللي انا بتفرج عليه ده؟ يعني ليه اتفرج؟ طب اشوف بقى يا ترى هو الضحيه ولا هو الضحيه، طب اشوف هي ولا هو ولا مين. بتبقى انت مشتت خلاص، انا عايز اعرف بقى هنا. عارفين انت بتتعب مخك، تضيع هدفك. انت مهما حطيت هدف ليك والكلام ده بتحاول تسعى له وبتشوف الترند ده، طب انا صح شتتني جدا عن الهدف بتاعي، لازم اشوف كذا واشوف كذا واشوف كذا. انا عارف الدنيا كلها مش جري بقى واهدافك والكلام بتاع التنميه البشريه التعبان ده، بس فعلا انت محتوى تافه جدا انك تقعد تتفرج على حاجه زي كده. او الترند ازاي تبقى غني غناء فاحش، ماشي، هو من وجهه نظر انها حاجه مفيده جدا، انك لازم تركز على اهدافك ايا يكن مضمون الفيديو اللي هو كان بيتكلم عنه. مش عايز اذكر اسامي او ايا يكن، هو ذات نفسه هو ممكن شايفها حاجه مفيده، انت بالنسبه لك مش شايفها حاجه مفيده، تمام؟ انت ليه بتجري بقى ورا ترند اصلا انت في بقك معلقه دهب اصلك كذا واصلك كذا؟ ماشي، بقه معلقه دهب وكل ده، طب ما اخدش نصيحته؟ ممكن لو في حاجه مفيده ممكن استفاد منها بكده، بس ما اقعدش بقى انتقد بقى والكلام ده. طب ليه؟ فاهم؟ مهما يكن محتويات كتير جدا بتنزل، الناس كتير بتطلع بتتكلم، مش كل الناس اللي طالعه اللي معاهم بقى تداول بقى وازاي تعمل فلوس من الهوا وفي 30 ثانيه اعلمك ازاي تبقى مليونير. الحاجات دي تعبانه، فاهم؟ ما تشغلش نفسك بالحاجات التافهه اللي فعلا بتضيع لك هدفك. انت ركز على الهدف بتاعك، ابعد التليفون فتره عنك وركز على هدفك، هو ده اللي هيحدد فعلا انت مستواك فين او حياتك ماشيه فين بعد كده. انت ممكن تبقى هدفك مش بيزنس، ممكن تبقى مثلا هدفك انك تبقى دكتور شاطر ايا يكن المجال اللي انت داخل فيه، ممكن تبقى انت شاطر في المجال بتاعك ومفيش اشطر منك، سهله جدا. او تبقى تاجر، تفتح بيزنس، ايا يكن اللي انت عايزه. ما تشغلش نفسك بالترندات التافهه اللي بتطلع وتقعد تشت رايك والكلام ده وخليك ثابت على الراي بتاعك مهما يكن، عشان كلنا بيبقى لنا اراء وكل الناس بتقدر تتحكم في الاراء بتاعتها. انا دلوقتي بقول وجهه نظري، واحد تاني هيقول وجهه نظره، وكل واحد هي وجهه نظره. انت لازم يبقى مهما يكن تقعد مع نفسك، لازم يبقى ليك وجهه نظر معينه في الاخر، فاهم؟ مهما يكن احنا بني ادمين، ايوه صح، ده ممكن بيخطأ، ده ممكن بيقول صح والكلام ده، بس انت لازم يبقى ليك وجهة نظر في الاخر، وما تجريش ورا الترندات علشان هتدمر مخك.